سلقت الكبد والقوانص ومتخيلتش كمية الزفارة اللي بقت فيها. قلت النهاردة نقتصد شوية ونعمل أكلة اقتصادية، وسمعت كلام صاحبتي وقالت لي اسلقي الكبد والقوانص وادعيلي. وما تخيلتش إن الشوربة بتاعتها تتحول لكتلة زفارة زي ما انتوا شايفين. بقت قطع زفارة زي ما انتوا شايفين. أنا جبت مية وسلقت الكبد والقوانص، وبعد ما غلت وصلت للمرحلة دي. بصوا، كتل زفارة. وما كنتش مصدقة إن هي تعمل كده، او الشوربه بتاعتها تتحول لكده. تعالوا نشوف حصل معايا ايه رغم اني كنت غسلاها وفله شمعه منوره. بصوا، انا جبت الكبد والقوانص غسلتها كويس جدا مره واتنين تحت الحنفيه، وبعد كده جبت نص كيس ملح. فالكيس ده كان فيه قيمه معلقتين كده ملح. وعندي هنا 5 ليمونات انا كنت عصراهم، وهنزل بلتر ميه وانقع الكبد والقوانص لمده ساعتين في الملح، في ملح وليمون وميه. بعد كده غسلتهم كويس من الملح والليمون، قعدت اشطفهم كده كام شطفه كويسه بميه نظيفه، وصفيتها في مصفى وبقت بالشكل ده. عندي جزرايه مقطعاها وبصلايه مقطعاها، وعندي حبهان وعود قرفه، وكنت حاطه ميه في الكاتل تغلي. هحطهم على الحاجات اللي انا حطاها في الحله. وعندي فلفل اسود وعندي ملح عشان نسلق الكبد والقوانص. وزي ما انتم شايفين كده ما خدتش وقت في الغلي خالص، لان انا كنت حاطه الميه بتغلي في الكاتل. هنزل بالكبد والقوانص عشان تتسلق لمدة بالظبط 5 دقايق. ليه بقى يا سارة؟ صاحبتي قالت لي بتشيل كل الزفارة اللي فيها قبل ما تعملي الأكلة بتاعتك. وهنا فعلا أنا ما كنتش مصدقة. أنا غسلاها كويس ونقعها لمدة ساعة ومصفياها، وما تخيلتش إن أنا لما أسلقها لمدة 5 دقايق بالظبط هتطلع الزفارة اللي انتوا شايفينها دي. تخيلوا بقى الزفارة والدم ده والسوائل دي كانت بتنزل في الأكلة اللي احنا بنعملها. بصوا شكلها، لازم تتسلق لمدة 5 دقايق. هجيب طاسة واحط فيها معلقة سمنة بلدي، مش هحط زيت. وبعد كده هجيب بصلاية كبيرة انا مقطعاها جوليان، او بصلتين صغيرين. انا مقطعة بصلاية كبيرة جوليان بالشكل ده، هحطها على السمنة واشوحها. وهنزل ب3 قرون فلفل سبايسي وكام فص توم. التوم انا شقيته نصين، بقى نصين مش سليم عشان ياخد التيست بتاعه. وزي ما انتم شايفين حطيت الفلفل الشطه السبايسي. لو انتي مش عايزه فلفل شطه حطي فلفل رومي. وشوحي بقى البصل والفلفل كويس جدا، وانزلي عليهم بقى بشويه فلفل اسود وشويه ملح وشويه جوز الطيب، وقلبي كده. وكام فص حبهان، وشمي بقى الريحه. وحطيت الكبد والقوانص. القوانص الكبيره قطعتها حتت صغيره. الكبد والقوانص دي تحويشه الكبد والقوانص كانت عندي، وقلت يوم يتوفر. عملت جنبها شويه مكرونه كانوا زي الفل. غطيت الطاسه بعد كده بالورق الالومنيا ودخلتها الفرن، وطلعت بقى بالشكل ده. وعملت جنبها شويه مكرونه وشويه بطاطس محمره، حاجه كده تحفه التحفه. بجد يا جماعة أكلة موفرة جدا ومن غير فلوس. انت جمعتي حاجتها من الكبد والقوانص بتاعة الفراخ بتاعة البط. الطيور اللي انت بتشتريها بتاخدي الكيس كده بتشيليه، يعني لان محدش لما تيجي تتسلق محدش بياكلها مع الفراخ. فبشيلها وبعمل الأكلة دي.